خوتي خياتي، ان شاء الله الفيديو تاعنا يمسكم بخير بصحه جيده، واهلا وسهلا بكم في كوزينتي وياكم ان شاء الله دائما حلوه معايا. كما راكم تشوفوا والصوره راهي واضحه قدامكم، راح نحضر معكم غاناج بزاف رائع، مقادير جد بسيطه، ما فيه ني لا كريم شانتي ني كريمه سائله، غير بالماء الشيكولا والماء. حتحضري واحد الغاناج يعني تقدري ديريه تحت عجينه السكر في ليكيك ديزاين، تقدري تزيني به كما راكي تشوفي. شوفي كيفاش التزيين تاعو يقعد واقف وحاكم روحو، ويجي كذلك يلمع وحاكم روحو. شوفي نقلب هذاك الصحن ونعاود، درت دي غوزاس هكذا باش تشوفوا فقط القوام تاع الكاناج تاعنا. نقلب الصحن ونعاود ما يطيح ما والو. لون هذا تاع الشيكولا اللي راكي تشوفيه اللون الاسود. اذا حبيتي تعرفي كيفاش نتحصلوا على هذا اللون كذلك البني الفاتح والكريمي، ما عليك غير تشوفي الفيديو للاخر، لانه بكاناج واحد تحصلنا على زوج الوان، اللون البني الغامق واللون البني الفاتح. شوفوا هذا كيفاش جانا شباب وجانا يلمع، وكذلك حاكم روحو في نفس الوقت كريمي. اذا راح ندير به كذلك دي غوزاس باش تشوفوا كذلك القوام تاعو. هاوليك الحاجه المليحه فيه خاصه في وقت الصيف دائما نحوسوا على كريمات اللي يحكموا مده طويله وما يفسدوش، خاصه اذا درتي في شوفي هذا التزيين، نقول لك قبل على هذا التزيين، يعني اي تزيين درتي به حيقعد واقف. اذا درتيه خاصه في الحلويات بريستيج وديتيها معاك هكذا يعني المكان بعيد، ما تخافيش ما يفسد ما والو. وما تنسونيش بجام والاشتراك وفعل الجرس بالنسبه للمشتركين الجدد باش يصلكم كل جديد. بارطاج مع الاقارب والاصدقاء لتعم الفائده. اذا بدون اطاله نبدا في ذكر المقادير تاع الغاناج نتاعنا. ما تنسوش تصليوا على رسول الله عليه افضل الصلوات صلى الله عليه وسلم. اذا بالنسبه للمقادير تاع الغاناج تاعنا تاع اليوم واش نحتاجو. هذا الغاناج بزاف ساهل وبزاف بنين ويعني اقتصادي شويه، ما فيهش كريمه سائله، حنستعملوا الماء. اذا عندنا 140 غرام ماء، عندنا 200 غرام شيكولا سوداء، و100 غرام شيكولا بالحليب، و100 غرام زبده. هذا ما كان. حناخذ الماء والزبده نحطهم يذوبوا. اما بالنسبه للشيكولا حنحطها في حمام مائي باش تذوب كذلك. بعد ما يذوبوا نعاود نولي لكم. اذا الشيكولا ديك حطيتها في حمام مائي، قلت لك 140 غرام تاع الماء تقريبا هكذا. هذا الكاس اللي يرفد 220 مليلتر تقريبا، يعني يلحق لنا لهذا الخط صباع ونص، يعني ما يلحقوش زوج صباعتين وماشي صباع. 140 غرام للناس اللي ما عندهمش الميزان. 100 غرام تاع الزبده راح نحط هادو كذلك يذوبوا. نجيب صحن هكذايا شويه كبير هكذا باش تسهل عليا الخدمه. شوفي نفرغ فيه هذيك الشيكولا اللي ذوبتها قلت لكم في حمام مائي هكذا بهذه الطريقه. من بعد نجيب هذيك الزبده ولا المارغرين هذيك اللي سخنتها مع الماء بعد ما ذابت. هاي ليك يعني قعدت لي هكذا فتيته صغيره، ما يهمش راح تذوب مع هذيك الحراره. نحرك هكذايا غير بالملعقه قبل، من بعد راح نميكسي هذا الخليط الكل مع بعض هكذا باش نتحصلوا على خليط يجينا يلمع، وكذلك نتخلصوا كامل من الحبيبات اذا كانت في هذاك الخليط. واذا ما كانش عندك البغا تقدري دائما نقول لكم هذه الطريقه جوزيه في صفايات تقريبا 3 مرات حتى 4 مرات حتى تتاكدي الخليط تاعك ولا يلمع ولا ليس ما فيهش حتى حبيبات. اذا نميكسي جيدا، بسم الله نميكسي الخليط تاعنا حتى نتاكدوا ان الخليط تاعنا يعني خلاص ولا يلمع ولا ليس ما فيهش حتى حبيبات بهذه الطريقه. من بعد نجيب بابي فيلم ولا غطاء بلاستيكي، كيس بلاستيكي نغطي يعني الاولاني هكذا يكون اون كونتاكت، يعني لازم الكيس هذاك بلاستيكي يلامس الكاناج تاعنا. دائما نقول لكم هذه الخطوه لازم ديروها في الكريمات هكذا باش ما تتشكلكمش هذيك القشره الفوقانيه. من بعد نزيد نغطيه للمره الثانيه هكذا باش كي نحطوه في الثلاجه ما ياخذلناش هذيك الكريمه، ما تاخذلناش هذيك الريحه تاع الثلاجه تاع الخضره والمأكولات اللي فيها. يعني نغطي الكاناج تاعنا جيدا ونخليه يبرد ماشي اقل من 6 سوايع. انا للامانه خليته ليله كامله، ولكن انت اذا كنتي مزروبه ماشي اقل من 6 سوايع. اذا بعد ما يبرد الكاناج تاعنا نعاود نولي لكم باش نوري لكم الشكل تاعو النهائي. نهاوليك الكاناج تاعنا بعد ما برد لنا، شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، شوفي كيفاش يجي حاكم روحه، وكذلك يعني الخدمه تاعو بزاف سهله. شوفوا نص صحن نخدم به هكذا، يعني بعد ما تخرجيه من الثلاجه
ديريه في لابوش، تقدري تزيني به، تقدري ديريه كحشو في لي صابلي بريستيج ولا في لي كيك ديزاين ولا في اي كيك كنتي حباتو بهذه الطريقه. والنص الثاني رايحه نخلطو من بعد بالباتور. اذا التزيين اللي حبيتي ديريه تقدري ديريه بهذا الكاناج يجي واقف ويجي يلمع كما راكي تشوفي. راني درت فقط دي غوزاس، وكذلك شوفي اللون تاعو يعني رايح للاسود لان استعملنا فيه شيكولا سوداء. صدقيني هذا الكاناج يجي حاكم روحو، شوفوا كيفاش يلمع. وكذلك تقدري تستعمليه تحت عجينه السكر في لي كيك ديزاين، بزاف رائع. اما النص الثاني راح نخلطو بالباتور كما راكي تشوفي. شوفي كي خلطناه بالباتور تغير اللون تاعو والقوام تاعو ولا كريمي وبزاف خفيف، وكذلك في نفس الوقت حاكم روحو. كذلك نفس الشيء تقدري ديري به تزيين فوق كيك ديزاين ولا لي صابلي بريستيج. راح ندير به كذلك دي غوزاس كما راكم تشوفوا. التزيين اللي حبيتي تقدري ديريه، يجيك تزيين واقف وكذلك يلمع كما راكي تشوفي. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش جيمو اشتراك وفعل الجرس بالنسبه للمشتركين الجدد هكذا باش يصلكم كل جديد، والتعليق شباب كيما نتوما لانه التعليقات تاعكم هما اللي يساعدوا القناه باش تطلع في محركات البحث. خليكم في رعايه الله وحفظه في وصفات اخرى مع كوزينتي كوزينه حلاوه. السلام.